أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، ومع مراجعة للوحدة الأولى جغرافيا للترم الثاني، الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم. أسئلة من ضمن الأسئلة اللي ممكن نراجعها على هذه الوحدة. السؤال الأول بيقول: أمامك خريطة صماء للعالم، وضح عليها الآتي. 1. نوع الزراعة السائدة، وزي ما احنا شايفين على الخريطة إن نوع الزراعة السائدة اللي موجودة في قارة أوروبا، ودي أكيد هتكون الزراعة التجارية والعلمية. رقم 2. أولى دول العالم في الغاز الطبيعي، إنها هتروح على الخريطة الولايات المتحدة الأمريكية. 3. أولى قارات العالم في الفحم، اللي هي قارة آسيا. 4. أولى دول العالم في الألبان، اللي هي دولة الهند. أولى دول العالم في الصوف، اللي هي استراليا. لو قلت استراليا هي الوحيدة اللي ممكن أقول إنها دولة أو قارة. طيب، رقم 6. أولى دول العالم في إنتاج المطاط الطبيعي، اللي هي دولة تايلاند. أولى دول العالم في إنتاج النحاس، دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية. أولى دول العالم في إنتاج البترول، المملكة العربية السعودية. السؤال التاني اللي ممكن يجيلي بيقول لي: صوب ما تحته خط. يرتبط النشاط الرعوي في العالم بمناطق الغابات، واللي عايز أصوبه اللي هي كلمة الغابات. كلنا عارفين ان نشاط الرعوي في العالم بيرتبط بالمناطق الرعي المراعي الطبيعية وهي الحشائش، إذا أصوب كلمة الغابات وهكتب الحشائش. رقم 2. تعد استراليا أكبر دول العالم في إنتاج الألبان. الألبان هي الكلمة اللي أنا هصوبها. تعد استراليا أكبر دول العالم مثلا في إنتاج الصوف. أهم الصناعات الحديثة في دول الخليج العربي الصناعات اليدوية. كلنا عارفين أن الصناعات الحديثة اللي موجودة في الخليج العربي هي الصناعات البترولية مش اليدوية، تصويب في كلمة اليدوية. رقم 4. تتميز الزراعة الكثيفة بالزراعة مرة واحدة خلال العام. الزراعة الكثيفة بتميز بأن أنا بزرعها أكثر من مرة في العام، والتصويب هي مرة واحدة خلال العام. السؤال رقم 5. يزرع قصب السكر في المناطق المعتدلة الدفيئة. طبعا الكلمة اللي هنصوبها هي كلمة المعتدلة الدفيئة. يزرع قصب السكر في المناطق الحارة، أما بنجر السكر في المناطق المعتدلة. السؤال الثالث اللي ممكن يجيلي بيقول لي: اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. زراعة يقوم بها عدد قليل من الناس في مناطق معزولة وصغيرة. طبعا هي الزراعة البسيطة البدائية. رقم 2. محصول من المحاصيل النسيجية المهمة في العالم ويدخل في صناعة الزيوت. طبعا هو محصول القطن. مكونات من الغازات تكون موجودة في باطن الأرض داخل مسام الصخر. طبعا كلنا عارفين اللي هو الغاز الطبيعي. سؤال تاني بيقول لي: محصول غذائي تعتبر أمريكا الشمالية الأولى في إنتاجه ويستخدم كعلف في الماشية. كلنا عارفين اللي هو محصول الذرة الشامية. طبعا أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد والتنوع به الصناعات، طبعا اللي هو إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. أول ما أسمع كلمة أكبر الأقاليم الصناعية بإقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. نوع من أنواع الكهرباء ينتج من محطات تدار بالفحم والبترول. كلنا عارفين إنها دي الكهرباء الحرارية. سؤال تاني ممكن يجيلي كده بيقول لي: اذكر أولى القارات في إنتاج كل منه. أنا عايز أولى القارات. نخلي بالنا يا شباب من كلمة أولى القارات أو أولى الدول عشان بنتلخبط فيها في امتحان آخر السنة. أولى القارات يبقى هذكر القارة، أولى الدول أذكر الدولة، وما كترش في إجابتي قارة أو دولة. أولى القارات في إنتاج كل من الطاقة النووية. طبعا عارفين الطاقة النووية أولى القارات في إنتاجها هي قارة أوروبا. أولى القارات في إنتاج القمح، باخد من السؤال عشان ما انساش. أولى القارات في إنتاج القمح قارة آسيا. أولى القارات في إنتاج الغاز الطبيعي قارة أوروبا. أولى القارات في إنتاج الصوف أستراليا. يا أستاذ أنت قلت دولة، ما أنا قلت أستراليا ممكن نقول عليها دولة أو قارة. أولى القارات في إنتاج الأبقار هي طبعا قارة آسيا وخاصة دولة الهند. أولى القارات في إنتاج المطاط الطبيعي برضو قارة آسيا. طب أولى القارات في إنتاج النحاس، أنا عندي في كتاب مكتوب شيلي. طب ما أنا عارف إن شيلي دي موجودة في أمريكا الجنوبية. إذا أولى القارات في إنتاج النحاس هي دولة تشيلي، وخاصة أولى القارات هي قارة أمريكا الجنوبية. السؤال الخامس بيقول لي مثلا: بما تفسر
بيقول لي بما تفسر نجاح صناعة الألمنيوم في مصر رغم عدم إنتاجها من البوكسايت. طبعا كلنا عارفين يا شباب إن صناعة الألمنيوم لابد لها من توافر مجموعة من المقاومات، ومن مقاومات صناعة الألمنيوم واحد لابد من توافر خام البوكسايت. وخام البوكسايت الولايات المتحدة الأمريكية كمن أهم الدول اللي هي بتنتج خام الألمنيوم بتستورده من دولة أو قارة أستراليا. دي أول شيء. الشيء التاني اللي بقول فيه لابد من تواجده وتوفره لصناعة الألمنيوم اللي هي سوق داخلي وخارجي لصناعة الألمنيوم. عشان أبيع المنتج بتاعي محتاج خبرة فنية عالية جدا وجودة عالية، محتاج طاقة كهربائية عالية جدا. طب هو ممكن يجيب لي كلمة صناعة الألمنيوم في مصر؟ طب هو مش موجود عندي في الكتاب كلمة مصر، ماشي، همشي السؤال على أي دولة طالما يجيبها لي بالنسبة لإنتاج أي نوع معدن سواء كان بوكسايت مثلا. سؤال تاني بيقول لي بما تفسر زراعة البنجر في قارة أوروبا. هقول لأن البنجر من المحاصيل التي ينتج منها السكر وتعتمد على الظروف المناخية المعتدلة ويناسبها وجودها في قارة أوروبا. أو ممكن أجاوب سؤال إجابة تانية أقول لملائمة الظروف المناخية المناسبة لإنتاجها في قارة أوروبا. طيب السؤال التاني بيقول لي بما تفسر الرعي التجاري المصدر الرئيسي للحوم والألبان في العالم. الرعي التجاري المصدر الرئيسي للحوم والألبان، الحتة دي في مقدمة الرعي التجاري بقول فيها لأن الرعي التجاري بيعتمد على مزارع خاصة ذات رعاية طبية عالية وجودة عالية لإنتاج اللحوم والألبان، ودي ليها مواصفات خاصة لتربية الحيوانات، لذا هي مصدر رئيسي للحوم والألبان. بمعنى أنا مش بعتمد على زراعة رعي بسيط أو رعي بدائي كما يوجد في الصحراء، بل بعتمد على مراعي طبيعية بيتوافر فيها كل الإمكانيات المتاحة لتربية الأبقار والأغنام وغيرها للاستفادة من لحومها وألبانها وجلودها وصوفها وغيرها. السؤال بيقول لي بما تفسر توفر مراكز صناعية في قارة أوروبا. ليه بيتوفر في مراكز صناعية في قارة أوروبا؟ أول ما أسمع كلمة توفر مراكز صناعية طبعا لتوافر مقاومات الصناعة، واحنا عارفين مقاومات الصناعة منها مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية. المقاومات الطبيعية عشان الصناعة تقوم في قارة أوروبا زي المادة الخام ومصدر الطاقة وزي الموقع المتميز. أما العوامل البشرية لابد من توفرها في الصناعة، ممكن أقول الأيدي العاملة، أقول السوق، ممكن أقول رأس المال، أقول السياسات الحكومية، ممكن أقول اللي هي لابد من توافر البحث العلمي والخبرة الفنية. إذا هنا توافر مقاومات الصناعة، ولأن الاتحاد الأوروبي تدخل في إلغاء أو حماية من الضرائب الجمركية وتوافر الصناعات في هذه القارة. السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر تعتبر اليابان من الدول المتميزة في صيد الأسماك. تعتبر اليابان من الدول المتميزة في صيد الأسماك. يا أستاذ أنا ما خدتش كلمة اليابان، أنا واخد الصين وواخد تايلاند وواخد أندونيسيا والولايات المتحدة، ما جابليش ليه في دول وكتب لي اليابان. مش مشكلة لو جاب لي أي دولة بتتميز ليه في صيد الأسماك. إذا هنا هتكلم عن العوامل أو المقاومات التي تساعد على زيادة صيد الأسماك. طب فكرني بيها. عندي مقاومات زي المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية. المقاومات الطبيعية زي ضحولة المياه أي هدوء المياه، تقابل التيارات الدفيئة والباردة. عندي برضو اللي هي توافر الموانئ التي تؤدي إلى رسو السفن والمكان الذي يتم فيه صيد الأسماك. أما المقاومات البشرية التي تساعد على صيد الأسماك طبعا توافر المراكب والسفن المزودة بالثلاجات الكبيرة. عندي خبرة فنية في صيد الأسماك واستخدام أساليب علمية حديثة في صيد الأسماك، لذا توفرت المقاومات الطبيعية والبشرية في دولة اليابان، فبعتبرها أنها من أهم الدول في إنتاج وصيد الأسماك. شكل جديد من أشكال الأسئلة بيقول لي أذكر أولى الدول في إنتاج كل من. هنا بتكلم عن أولى الدول وليس القارات. أولى الدول في إنتاج الدواجن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. أولى الدول في إنتاج اللحوم الحمراء هي دولة الصين وخاصة لحوم الخنازير. أولى الدول في إنتاج الألمنيوم هي الولايات المتحدة الأمريكية، جاوبت عليها في سؤال بما تفسر. أولى الدول في إنتاج الحديد هي دولة الصين. أولى الدول في إنتاج الأسماك، الدول اللي بتنتج أسماك وبتصدر أسماك هي دولة الصين.
أولى الدول في إنتاج البوكسايت، أولى الدول اللي بتنتج البوكسايت هي استراليا أو قارة استراليا أو دولة استراليا، وقلت الاتنين بمعنى واحد صح. أولى الدول في إنتاج الشاي هي دولة الصين. أولى الدول في إنتاج الأغنام برضو بعتبرها هي من أهم الدول زي دولة الصين. ودي كانت مراجعة بسيطة للوحدة الأولى في الجغرافيا. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء في مراجعات أخرى وفي دروس أخرى لمادة الدراسات الاجتماعية، وإلى اللقاء.